السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة معايا فيديو جديد ووصفة جديدة في العيد. اسفة ليكوا وشكرا على كل تعليقاتكم الحلوة اللي دايما بتسألوا عليا فيها. وانتي فين وفين فيديوهاتك الحلوة؟ انا كويسة وبخير والحمد لله. بس والله بصراحة كنت حابة ان انا اريح من الفيديوهات شوية في العيد، وبعدين كنت واخدة مقضية نوم ولا عملت اي حاجه خالص. لما نويت اعمل فيه اكله حلوه رحت على طول مصوره لكم. عندنا لحمه طبعا في البيت، وكل سنه وانتم طيبين، ويا رب دايما بيتكم يكون مليان بكل خير وكل رزق يا رب. النهارده هنعمل طاجن باميه باللحمه، حاجه كده طعمها حلو وبتفاصيل بسيطه هيطلع معاكم احلى طاجن. كمان ما بيحلاش غير جنب شويه رز ابيض وبتنجان مخلل. هو طاجن الباميه معروف جنبه ان لازم يكون جنبه بتنجان. هنعمل كل التفاصيل والتركات النهارده مع بعض. اول حاجه معايا نص كيلو من الباميه، انا بغسلها وهي سليمه قبل التقميع. بغسلها وانشفها حلوه قوي في فوطه، وبعد كده بقمعها علشان الماده المخاطيه اللي فيها بتكون قليله جدا لما بتنغسل وهي في القمع فيها القمع بتاعها كده من فوق، اللي هو البوز اللي طالع منها ده. اول حاجه هجيب صينيه او طاسه او حله، احط فيها معلقه سمنه، وكمان هنزل فيها ببصلايه. اول ما البصلايه تدبل مش عايزاها تاخد لون، بنزل بفصين او 3 من التوم المتقطع مكعبات. ولو عندك مفروم مفيش مشكله، انا كان عندي مفروم حطيته. اللحمه اللي معايا سلقتها لحمه مسلوقه عاديه جدا، زي اي طريقه بنسلق بيها اللحمه. بعد ما سلقتها نص سوا شلت كده اللحمه، حطيتها في قلب البصله والثوم تاخد معايا طعم البصل والثوم. وهي نص سوا، هي هتكمل سواها مع سوا البامية والصلصة. هنزل بشوية ملح وفلفل، وانا اصلا في الطاجن ده ما بحطش اي توابل خالص غير في الاخر هنشوف هنعمل ايه. لكن كل توابلي انا بحطها ملح وفلفل، ورشة كزبرة ناشفة بس في الاخر مش دلوقتي. بعد ما نزلت كده باللحمة وشوحتها وريحتها وطلعت كده بالثوم والبصل، هنزل بمعلقة فلفل ومعلقة ملح صغيرين، وهبدأ ان انا انزل بالبامية بتاعتي. شايفين لونها عامل ازاي؟ وما فيهاش اي ماده مخاطيه من اللي بتضايقنا اثناء الغسيل، لانك لازم تغسليها قبل ما تتقمع علشان تحافظي على الماده المخاطيه اللي فيها ان هي ما تنزلش. وبعد ما بتغسليها بتنشفيها حلو قوي وتبداي تقمعيها. بعد كده هنزل بالباميه على اللحمه والبصل والثوم، وهقلبهم كده يتشوحوا مع البصل وياخدوا طعم التوابل واللحمه والبصل والثوم. هنزل بعصير الطماطم ومعلقه معجون صلصه، او اي كيس صلصه عندك تقدري ان انت تنزلي عليه. انا نزلت بكيس صلصه كده وهبدا ان انا اقلب. ظبطي الملح بتاعك زي ما انت عايزه. عايزه اقول لكم البصلايه كانت صغيره ما كانتش كبيره، فصين التوم برده كان وسط، وده لنص كيلو باميه. لو هتعملي كميه كبيره تقدري ان انت تزودي المكونات كلها. هقلب بقى كل ده مع بعضه، وهظبط الملح والفلفل بتاعي. هبدأ بقى ان انا انزل بقرن شطة، كنت المفروض نزلته في الاول في التشويح بس انا نسيته بصراحة. بعد كده هجيب البتنجان بتاعي عقبال ما الطماطم تتسبك والبامية تستوي. هجيب 3 4 5 بتنجانات كده واقطعهم من الجناب واقليهم. وبعد ما اقليهم هعمل لهم خلطة حلوة قوي في قلب الكبة. تقدري تعملي بقى الكمية اللي انت عايزاها. هروح اقليهم ونيجي نعمل مع بعض. معايا فصين توم، ومعايا شطه مفرومه انا فرماها وعيناها في الفريزر، وانا عملت لكم فيديو بيها قبل كده. وكمان حطيت فلفل اخضر حامي او بارد، دي حاجه ترجع لك. انا ليه حطيت كده؟ لان الشطه المفرومه الحمراء اللي عندي سبايسي جدا، وانا ما بنعرفش ناكل سبايسي. فنزلت كده بفلفل بارد علشان يهدي طعم الفلفل الحامي اللي معايا عصير ليمونه كامله، معايا معلقه من الخل، وكمان معايا رشة فلفل، رشة ملح ورشة كمون ورشة كزبرة ناشفة. الكزبرة الناشفة في البتنجان المخلل بتدي طعم حلو قوي. هضربهم في الكبة، واجي بعد كده احطهم في طبق، وابدا ان انا البتنجان يكون اتحمر. اول ما بيتحمر بحطه في مصفى ينزل كل الزيت الزياده اللي فيه، وببدا ان انا احشيه واحطه كده في طبق جانبي بقى في السفره جنب اي اكل انت عاملاه، بيبقى طعمها حلو قوي. الباميه بتاعتي دخلت في السوا واستوت والطماطم اتسبكت. بجيب معلقه سمنه، احط عليها معلقه توم مفروم صغيره وشويه من الكزبره الناشفه، وهبدا ان انا احمرهم مع بعض لحد ما لونهم الذهبي يوصل للون ذهبي كده فاتح وحلو. هبدا ان انا اطش بيهم الباميه. هقلب بقى كل ده مع بعضه كده، وهبدا ان انا احشي البتنجان.
هحشي بقى البتنجان يكون الطشه بتاعتي خدت ودي كده في الباميه، اقوم قافله عليها على طول. وهبدا ان انا اصبها في قلب الطاجن وادخلها تحت الشوايه تاخد لون بسيط. اي طاجن بقى، اي صينيه عندك، طاجن فخار عندك، طواجن بايركس، صينيه عاديه مفيش مشكله. عايزه تاكليها كده زي ما هي وما تحطهاش في طاجن مفيش مشكله برضو. هبدا ان انا احشي البتنجان بتاعي وارصه رصه حلوه كده في قلب الطبق واحطه في جنب لحد ما اخلص بقيه الاكل. بالنسبه للرز الابيض، بجيب كوبايتين رز مغسولين، رز مصري عادي، معلقه سمنه ومعلقه زيت، وببدا ان انا اشوحهم لحد ما يسخنوا خالص وياخدوا حراره الحله اللي معايا. هنزل عليهم بشوربه سخنه وميه سخنه، او ميه بس لو انت عايزه، وشويه ملح، وبقلبهم واول ما يغلي بوطي عليه. وبعد كده اول ما بيستوي بغرفه على طول. حطيت بقى الباميه في الطاجن الفخار بتاعي بيدي طعم حلو قوي في قلب الفرن. وهبدا ان انا انزله تحت الشوايه. وبعد ما بياخد لون بسيط كده، مش بديله لون قوي عشان اللحمه ما تنشفش مني، بعد ما بياخد لون بسيط كده وحلو، ببدا ان انا اطلعه بقى واغرف البتنجان واغرف الرز. وبصراحه من اجمل الاكلات اللي بحبها جدا هي طاجن الباميه. مش هتحسوا بطعم التوم اللي ناس كتير بتتضايق منه، صدقوني البصلايه بتهدي الطعم شويه، والطشه الاخيره دي بتدي طعم رائع للطاجن بتاعك. الطاجن بتاعك ده ريحته والله هتقلب البيت، حلوة قوي قوي قوي. لو لسه متابعاني لحد الان يا ريت ما تنسيش تنزلي تحطي اللايك عشان هو اللي بيرفع الفيديو كتير، ناس كتير يشوفوه. شكرا على سؤالكم عليا، واسفه والله. ان شاء الله هنزل لكم فيديوهات حلوة ووصفات أحلى من الأول، ووصفات بيتي كده ومصرية تكون حلوة في العيد ده. كل سنة وانتم طيبين، وربنا يجعل أيامكم كلها فرح. معلقة بقى رز على معلقة بامية وحتة بتنجان كده وهتدعوا لي، يعني أكلة حرشة كده وطعمها حلو. اللحمة مستوية ودايبة جدا زي ما انتم شايفين، يعني شكله جوع لوحده كده. فمعلقه باميه على معلقه رز وجوعتكم معايا انا عارفه. يا رب الفيديو اللي عجبكم ما تنسونيش في اللايك والشير وسبسكرايب للقناه وتفعيل زر الجرس. كنت معاكم الشيف هبه شيحه من قناتي على اليوتيوب مطبخ هبه شيحه. لو بتفرجوا على الوصفه دي على الفيسبوك يا ريت تعملوا شير للوصفه عشان الكل يستفاد منها. دمتم بالف خير وربنا يديمكم نعمه في حياتي، ومع السلامه.